وبندعمه من اول خطوه بيدخل فيها الاكاديميه لغايه لما بيخرج. والاكاديميه مش بالنسبه له دي اكاديميه، مفيش حد جه الاكاديميه فعلا الا وكانت دي بيته التاني. دكتور خالد شتا فين؟ عشان انا مش شايفاه. دكتور خالد شتا؟ طيب دكتور خالد لسه ما جاش؟ لسه قافله لغايه لما يجي. دكتور خالد هيتكلم عن جزئيه التحرش وهيتكلم عن جزئيه النفسيه اللي بيتعرض ليها لطفل التحرش اذا كان خارج او اذا كان داخل من الاسره، فهيتعامل معانا وهيتكلم معانا ازاي نتكلم مع الطفل التحرش، نفسيته ازاي نتعامل معاه. هيعلم كل ام ازاي تخلي بنتها صديقتها وتقول لها كل حاجه، مش مجرد ان انا مامي وهي بنتي، فالبنت هيكون عندها رعب لو حد تحرش فيها. بالاخص احنا بنتكلم عن جزئيه مهمه جدا جدا جدا، جزئيه التحرش الاسري. احنا كان معانا 3 حالات بس للاسف احنا الناس بتخاف تطلع وتقول عن الجزئيه دي كأن الطفل اللي اتعرض للتحرش ده طفل مسيء. لا، انا مش مسيء، انا اللي اتعرضت للتحرش وانا المفروض اكون انا البطل، لكن بيحصل العكس لان احنا مجتمع غير واعي. دايما اي طفل او اي بنت بتتعرض للتحرش بنيجي اللوم عليها، ومع انه ده غلط. المفروض اللي اتعرض للتحرش ده هو بطل الروايه، ده اللي نقف جنبه وده اللي ندعمه وده اللي نخليه بطل. دلوقتي هتكون معانا لايف كوتش استاذه نشوى. استاذه نشوى فين؟ مش شايفاك. استاذه نشوى هتقول لنا حاجات كتير على اللايف كوتش. ممكن ناس كتير جدا تسمع عن اللايف كوتش وما تعرفش يعني ايه لايف كوتش. استاذه نشوى هتقول لنا ايه اللايف كوتش وايه فايده اللايف كوتش في حياتنا وازاي نقدر نتعامل في حياتنا بعد اللايف كوتش. مساء الخير عليكم جميعا، بحيي كل الحضور الكرام. عايزه اكلمكم عن نبذه مختصره يعني ايه كوتشنج ويعني ايه الكوتش بيعمل ايه في الكوتشنج. الكوتشنج هو عمليه دعم، عمليه توجيه من الكوتش للكلاينت، العميل اللي بيجي للكوتش في الكوتشنج. طب الكوتشنج ده بيعمل ايه؟ هو دعم وتوجيه لقراراتك واهدافك عشان تحقق افضل نسخه منك. الكوتش في جلسه الكوتشنج لا الكوتش في جلسه الكوتشنج بيعمل ايه؟ لا هو مش بيديك حلول، هو مش بيديك خليه فوق شويه. هو مش بيديك حل، لا هو بيكون معاك في رحله تطور، يعني بيساعدك تشوف اهدافك بشكل اعمق، ان انت تبقى عارف ايه الحاجات والمهارات اللي عندك تطلع منك عشان توصل لهدفك. يعني هو مش معالج، هو مش مانجر، هو مش سيرفيس، هو كوتش بيساعدك توصل لهدفك وتحقق افضل نسخه منك. وشكرا ليك. احنا هنتكلم عن حاجه بسيطه جدا عن فكره المؤتمر وايه اللي خلينا نعمل مؤتمر ونسميه الوعي قوه. لان احنا جايين بايمان وواثقين ان الوعي قوه بجد، ان الوعي هو نجاح كل حاجه. البني ادم لما بيكون واعي بيكون عارف يتعامل مع نفسه من جوه ازاي، بيتعامل مع اولاده، بيتعامل مع المجتمع، بيتعامل مع الشغل، بيعرف يتعامل مع الناس كلها. عشان كده احنا سميناه الوعي قوه. ماشي، فاحنا بنتكلم هنا عن الوعي قوة. كلنا ايمان وكلنا عارفين ان الوعي هو اساس الحياة. شكرا.